ايه رايك يا هيثم؟ والله يوم تاريخي زي ده جدا جدا جدا. انا عايز حاجه كده في الكليه. والله بجد حاجه جميله جدا. شوف الشبابيه بيدونا ورق قبل التغيير وقبل المسؤولين. ايه يا عم الجو ده؟ احنا يا ابني عايزين كل واحد يبقى بيعبر عن برنامجه ويقول لنا شخصيته ايه. مش يدينا ورق ايه فين الشبابيه فين بالواقع يا جماعه الواحد مبسوط قوي اللي بيشوف حاجات زي دي في جامعه طنطا. انتخابات نزيهه جدا مفيش ورق بيتوزع على شريفه ما بين المرشحين. حاسس ان شعور جديد كفايه. اتحاد انتخابات نزيهه جدا وموفقه. الطلاب زي ما انت شايف واقفين بالطوابير عشان ينتخبوا، معناها ان انتخابات نزيهه. في لاول مره الحبر الفسفور موجود في انتخابات اتحادات، ما هيش انتخابات مدوره ولا بيحط اسماء وتنزل وتشوفهم بعد كده. انتخابات النهارده انتخابات نزيهه 100%، بس طبعا نتيجه غدا ان شاء الله. انا مبسوط جدا باللي هو شايفه النهارده، ولو طلعنا النهارده حتى كده بالمشهد ده بس كفايه قوي. حاجه تاني؟ لا كفايه قوي المشهد اللي احنا شايفينه ده، الديمقراطيه والحريه النهارده. يعني اول مره تحصل يعني الاقبال دوت على خاصه ثالثه ورابعه بالتحديد يعني. وبالنسبه للاتحاد في ان شاء الله يعني في نزاهه من اول كده وفيها جامده يعني زي ما حضرتك شايف. يعني اهم حاجه الصوت بس ركز، مش شرط انا ركز بس على التصوير ماشي. في نزاهه جامده ان شاء الله، وفي اقبال شديد كمان من الطلبه، لان ده اول امتحانات اول انتخابات من سنه 95. يعني كان قبل كده بالتعيين وكان كل امن الدوله كان بيخش وكل حاجه. طبعا دلوقتي الحمد لله بقى بالاقبال الشديد دوت ما كنتش اتخيله صراحه. كنت متصور ان احنا هنقعد لغايه الساعه 2 و1 ما حدش راضي يجي، لكن الكلام ده بيثبت ان احنا كليتنا مش كليه سلبيه زي الناس كانت بتقول، ان احنا كلنا ايد واحده. انا واقف جنب راجل من بنات المستقبل اهوت، وانا راجل من قائمه التغيير، والحمد لله ربنا يوفق الجميع ويوفق الاصح. كنت براهن على كده والله. انا كنت متوقع في ناس كتير من الشؤون والدكاتره قالوا الناس دول سلبيين ومش هيجوا، بس بصراحه انا كنت متوقع الحضور ده اللي احنا نزلنا، والناس قالوا احنا هننزل، والحمد لله حضرتك شويه مالك من المنظمين. الحمد لله لحد دلوقتي الانتخابات ماشيه زي الحال، بس في ناس بتشد شويه، بس احنا بنعرف نتغاضى عن غضبهم. لحد دلوقتي العدد قليل في سنه رابعه، بس دلوقتي يزيد عشان الناس عندهم الحمد لله. وهذا بالتوفيق لكل اي واحد. النهارده في انتخابات اتحاد الطلبه، والله لغايه دلوقتي انا ما شفتش الموضوع هيبقى عامل ازاي، لكن كل اللي اقدر اقوله ان هتفرق كتير معانا لغايه دلوقتي. اول مره في حياتنا نقدر نقول نقدر نقول لا، نقدر نقول هنا لا، نقدر نقول هنا الحق، نقدر نتكلم. دي اول مره في حياتنا ان احنا نقدر نغير من حياتنا، نغير من اللي جاي، نغير اكيد من اللي فات. غيرناه ودلوقتي اهو اول خطوه. يا رب للاسف الموضوع ممكن ما يبقاش النهارده خطوه كبيره قوي، لان هي بسيطه اول خطوه ومحتاجين الطريق طويل، لكن دي اول خطوه على الطريق الصح. فيا رب كلنا نشترك، ويا رب اللي جاي يبقى احسن كتير من اللي فات. اول مره نشوف الطلبه في حياتنا، اول مره نشارك معانا قائمتين هننتخب. المهم ان يبقى في انتخابات، يبقى في عداله، نحس ان احنا عندنا اتحاد طلبه بجد يقدر يتكلم باسمنا، يمثل كل طلبه كليه العلوم. بس النهارده بصراحه انا شايف منظر حلو قوي، ان الطلبه كلها بتشارك في الاتحاد. ده اول مره يحصل. قبل كده كنا قاعدين فوق والانتخابات تحصل ونعرف النتيجه بعديها وخلاص. فالنهارده حاجه كويسه جدا. بس يا كابتن بنحبك يا زيكو. انا مش اتحادي يا حبيبي عشان تحبني، انا منتخب بجد صوتي عشان ابقى ايجابي مش سلبي. احنا جربنا في الاستفتاء وبنجرب دلوقتي في انتخابات اتحاد الطلبه، وان شاء الله الاتحاد يكون كويس. مره نعم ولا مره في انتخابات اتحاد الطلبه. انتخابات اتحاد الطلبه دي مش وحشه. ليه؟ كده احساس انها مش على طول. اصل ايه نظام القوائم؟ افرض واحد عايز يرشح مفيش يعني مش لسه ما شدتش حاجه. السنه الجايه ان شاء الله تبقى كويسه. والله اللي انا شايفه ان الانتخابات شكلها كده نزيهه المره دي. الطالب بقى ليه صوته في الكليه. اول مره نشوف انتخابات اتحاد الطلبه اللي ما كنا ما نعرفش عنها حاجه. ربنا يكرم. انا بجد حاسس بفخر لاول مره ان انا في كليه فكره فيها انتخابات اتحاد الطلاب، وحاجه الناس كلها بتشارك فيها، وما بقتش زي زمان بقى اللي هي حاجه على الصوت. حسينا ان احنا كبرنا بقى لنا صوت، بقى لنا حاجه انتخابيه نقدر نشارك بيها ونغير في كليتنا بصوره جميله قوي. لان اتحاد الطلاب ده زي ما هو النشاط عندنا زي ما هو بيخدم قوي، الناس كلها معترفه بيه كاهم نشاط في الكليه. ان هو على قد ما هو حاجه تنافسيه قوي وممكن تزعل الناس من بعضها، بس على قد ما هي هتخدم الطلبه كلها في الاخر. واحنا همنا المصلحه العليا، مش المصلحه اللي على المدى القصير، المصلحه على المدى البعيد اللي هتخدم الطلبه كلها ان شاء الله. انا لحد دلوقتي لسه جاي حالا الدنيا زي الفل. دخلت واحد اداني قائمه بنار المستقبل وقائمه التغيير ودخلت الانتخابات اللي انا عايزه. ما شفتش بقى قبل كده حصل ايه، ولسه هنشتغل نشوف ايه اللي هيحصل. كلنا في انتظار الفرز بعد الساعه 3. الرحمن الرحيم. اولا انتخابات الطلبه ديت حاجه من اخواتنا في الدفعه اللي احنا ممثلينهم في الدفعه، وده طبعا عشان خاطر يقوموا بالدور بتاعنا اللي احنا عايزين نوصله طلباتنا للعميد ورئيس الجامعه.
وبجد لازم الانتخابات دي تبقى حره ومسيحيه والطلبه تختار اللي هي عايزاه واللي هي حباه وتختار الاصل. انتخابات النهارده كانت جميله بس تم في بعض الاشياء بتحصل اللي كانت مخالفه. اللي عندنا كان في ناس بتعلم الورق، بتعلم الاسامي عليهم وتوزعها على الناس. ودي وانا عن نفسي قمت بتقطيع الورقه دي ورميتها وخدت ورقه جديده واخترت الاسامي بناء على اللي انا عايزه. كله في الانتخابات دي بيعتمد على الدعايه فقط، لكن ما فيش حد داخل ببرنامج محدد. هو ده اللي انا عايزه. بس حاجه تاني؟ الطلبه الحمد لله شاركت والناس مش مهم تختار مين، المهم تشارك في الانتخابات. والانتخابات حلوه من غير كويسه والحمد لله ونزيهه والحمد لله. الانتخابات اول مره تتم، يعني اول مره تحصل في الكليه من 30 سنه الحمد لله. بس حاجه تاني؟ ربنا يوفقك. دلوقتي الانتخابات نزاهه والسعوديه دلوقتي بقت مفتوحه يعني. وعادي بقى اللي هو الايام اللي فاتت ما كانش فيه حريه لحد ينتخب، بالذات الجماعه بتوع الاخوان. دلوقتي بقى فيه قوائم وفيه ناس كلها بتنافس بعض. دلوقتي يعني كويس بقى. اقفل يا عم، اقفل يا عم،